بدك شي فوزية؟ لوين رايح ابو بدر؟ رايح على يعني وين رايح يعني؟ وليش معصب تقبرني؟ هيك بدي من اليوم ورايح عصب، شلنا اليوم بالحارة ما حدا عبرني، واللي يفتح تمه معي بكلمة بدي ايدي والكف. شو؟ ايدي والكف. لمين هالحكي ابو بدر؟ لمين هالحكي؟ صاير عم يطلع صوتك يا بعدي. فوزية الله يوفقك، صحي من وشي اليوم ما بدي انزعلك مساكي في ايدي. ايوه انا اللي رح انزعلك مساك، ثاني مرة صوتك ما بيعلى، روح افتح الباب. هذا اللي كان ناقص والله. سبحانك يا ربي، منيح اجا مين يخلصني. اهلين وسهلين اخي امرني. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والإكرام. هون دار ابو بدر؟ وصلت أخي، هون بيت أب بدر، مين حضرتك؟ انا ابو الزام من قبضايات دوما، وجايك بشغله اخي. إيه أهلا وسهلا، شرف أخي، تفضل تفضل. خذوا لنا طريق، يلا يلا. مين حضرتك؟ من دوما ابي. الله محييك ومحيي أهل دوما كلياتهم والله. تسلم يا طيب، تسلم ابي. أمرني يا أخي. اخي انا فتلت الشام كلها عليك، والحمد لله اني لقيتك. إيه الحمد لله لقيتني وما تعذبت أكثر من هيك، كان قلبي يعني بدي ينحرق عليه. الله لا يحرق لك قلب. إيه. اخي ابوك الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن إليه بجاه الحبيب محمد، هو وكل الأموات تبعنا، الله يرحمه. امين. إيه. كون متدين من ابي 200 وراه. أبوك كان متضايق من أبي 200 ليرة؟ شو بنات بدر؟ ابوك المتدين من ابي 200 وراه. أبي أنا وهاي. 200 ليرة. وهي السند لك اقرا. أبي أنت متضايق 200 ليرة، بعمره بحياته ما كان معه 200 ليرة. دخلك وين 200 ليرة؟ أرجيني إياها. شو عم تاخذ علي يا ابو بدر؟ هي ما بتنقرا هيك، هي بتنقرا هيك. والله يا أخي أنا ما بعرف أقرأ. اخي خلينا نقوم عن شيخ الحاره، قوم. شو بدنا نعمل على شيخ الحارة بس؟ يعني أبي مات وما قال لي إنه متضايق 200 ليرة، كل عمره من وقت ما ولدت لوقت ما مات ما صرف 200 ليرة. ما هي السند قدامك وانا حاضر اني احلف. لا حول ولا قوة إلا بالله، بس يعني إمتى تضيع ال 200 ليرة؟ اخي خذ لي طريق خلينا نروح، قوم. يلا 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 200 ليرة. ويا لقامتك يا فوزية، ويا لقامتك يا فوزية، 200 ورقة. من وين اجتنا هالمصيبة؟ من وين اجتنا هالمصيبة؟ السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلين أبو بدر، شلونك؟ والله الحمد لله يا شيخي. شيخي شوف لي هذا السند، الأخ هون عم بيقول إنه أبوه متضايق من أبي متضايق من أبوه 200 ليرة. 200 ليرة؟ ايه شيخي 200 ليره، وهي السند شرف اقراه حتى تشوفه صح مو ملعوب فيه. السند مزبوط يا أبو بدر، مهور من العادلية، يعني الزلمة حكيه مزبوط. بس فلا صغرى يا أخي ولا تاخذني، لازم أتأكد منك ومن أنت، لا تزعل مني. حقك شيخي حقك، وانت ما بتحب تجي على دوما واسال عني المختار. أبو بدر بدك تروح على دوما وتتأكد إنه هو الزلمة، وبس تأكدت إنه هو صاحب السند، ال 200 ليرة بدك تدفعه إنه هدول دين برقبتك. لك أنا شو دخلني؟ أبي هو اللي متدين بعدين يا شيخي، أنت بتعرف الحالة، أنا من لي 200 ليرة. هذا حكي تاني يا أبو بدر، أنت بدك توفي دين أبوك مشان الله يسامحك بالدنيا ويغفر له، بعدين الدين حق وواجب عليك تدفعه، يعني إذا الزلمة رضي يخصم لك شوي فالله يبارك فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك يا شيخي أنت بتعرف البير وغطا، أنا معي ليرة لحتى آكل، ما بتشوفني طول النهار عم بتاوب من جوعي، منين بدي أجيب له 200 ليرة؟ بعدين أبي وين صرف ال 200؟ وإن شاء الله ما حدا تأذى بهالحريقة. لا والله ما حدا تأذى. دخلك كيف صارت أبو بدر؟ شو بعرفني؟ أنا بشو وأنت بشو يا فوزية؟ أنا بقى الدنيا اللي كسرت لي ظهري وأنت بحريق الفرن. شبك عم تعيط علي؟ شبك عم تعيط علي؟ ما صار شيء، ما عم عيط عليكي، بس عم اقول لك انه هيك صار فينا. إيه خلاص خلاص طيب. خلاص، الصراط شو صار معك أنت؟ انا بكره بدي اطلع على دوما. على حد علمي عن النبي. لك يا على فوزية على دوما كم مرة صار اقول لك بدي اروح على دوما، لسه ترحشيني على النبك، شو بدي ياخذني على النبك؟ لا تواخذنا لا تواخذنا أخي، لا تواخذنا، تاج راسي. بدي اروح اتاكد اذا كان هو ولا لا. ايوه، واذا طلع السند مزبوط. والله السند طلع مزبوط يا فوزية، هيك اخذ لي الشيخ عبد العليم قال لي السند مزبوط.
قولي على قامتي ان شاء الله. يعني الرجال اذا طلع ساده بدنا نطق ال 200 ورقه؟ ايه والله يا فوزيه بدنا نطق ال 200 ليره، بس منين بدي اجيب 200 ليره؟ والله ماني عارفه منين بدي اجيبهم. 200 ليره هدول يا فوزيه 200 ليره، لا ليره ولا ليرتين. الله يرحمك ويسامحك ويغفر لك يا ابي، حدا بيتدين 200 ليره، كنت ادين لك ليره ليرتين. ايش بعرفني؟ روح اساله. لا جيبي زيت ابيتي. ليش هيك عم تعيط علي؟ ليش هيك عم تعيط علي؟ وين؟ بعدين حاجتك رايح جاي عم تخفي. حط هالكسر الصفرة خلينا نتسمم ونتكورن. نسيان شغله. شو نسيان؟ الخبز. ايه فوت جيب من النملية. لا نسيت جيب خبز. شو؟ محترق الفريق. يعطيك العافية يا شوكت. علي يا بدر. خليني اياك ظبط لنا النار. ليه هلا ورجع بعد ساعة؟ انا جاي احلي هلا. ليش رجع بعد ساعة؟ حلاق يعني كيف مغير؟ حلاق من هون، شوف يا بدر، روحي واصل راس مناخيري ها مشان الله لا تخليني اتفشش فيك، حلاق ورجع بعد ساعة. السلام عليكم، كيفك عم يا ابو حاتم؟ اهلين عم يا ابو حسن. معيتك عاوزك بكلمتين. كيف عيني؟ ابو حاتم ابو حاتم ابو حاتم، شو بدك؟ عاوزك بشغلي. روح رجع بعد ساعة. تفضل. لك شو قصة قررتم الساعة اليوم؟ يا رب لا تخليني على الصيب، لا تخليني على الصيب. فقلت لحاجي خبرك قبل ما اخبر عصام. وهنا هلا انت متأكد انه شفته مبسوط ومتشفي من الشيء اللي صار بالحارة؟ شيت انه متشفي لا والله، بس هيك حسيته بشقرة. لك يا اخي هذا الزلمة من وقت ما سكن عنا بالحارة، اي ما شفنا منه شيء. ان شاء الله اكون غلطان، بس والله يا عمي ابو حاتم ما حبيته وما طقته. هلا شيت انك ما حبيته هاي شغلة ثانية، سيرتي انا شو بدنا فيها؟ بس انت واغشت لي مخي، وينك؟ توم على الموضوع. خليني افكر شوي واعرف ليش هيك عمل. ماشي يا عمي، بدك شيء؟ لا سلامتك. كم مرة بدي اقول لك انه الشغلة مالك فيها لا تحشر حالك فيها. ما حكيت شيء يا ابي، ما حكيت شيء، بس ليك فصل اليوم يعني اللي عمله واحد مستوطي حيطنا ومو شايف حدا قدامه. لك شو مفكر الشغلة شو ربا؟ مثل ما بيقولوا لك يا ابي ما صرنا بالقصر من امبارح العصر. يعني هي دوب دفي تحتنا وبدك ياني هيك فجأة صير زعيم الحارة. الزعامة بدها ترتيب وطبخ وتكتيك، ما بتصير شلون ما كان هيك. معك حق يا ابي، معك حق، بس والله بكل حارة الضبع ما شفت واحد فيها خرج يكون زعيم وما له عقيد. بعدين انت قدر واحد يا ابي، وانت مانك غريب على الحارة، انت ابن الحارة. صحيح طلعنا منها بس ليك رجعنا لها والحمد لله. الله يرضى عليك، بكفيني نق امك بالبيت ها، لا تزيدها على راسي. يلا درمل على شغلك يا ابي، يلا. امرك يا ابي امرك. مزبوط عمي، لك حصة ببيت خالك. ايه هي حصة امي الله يرحمها. الله يرحمها. تعيش عمي. بس نحن طول عمرنا بنعرف انه ابو محمود كان عايش لحاله وما كان يجي لعنده حدا. ايه يعني هو الله يرحمه ما كان يحب حدا يجي لعنده، بس كنا انا وامي كل فترة يعني نمرق لعنده ونشق عليه نشوف شو لازمه نطبخ له هيك يعني. شرف شيخ عبد العليم، هي حجة الأخ فياض. عمي، أنتوا مو لازم تعملوا حصل إرث؟ بلا لكن شلون عم نشتغل فيه عمي؟ الحجة ما عليها غبار ابنه، صحيحة 100%. يعني أنا بصراحة ما حبيت فوت على البيت قبل ما استأذن كبارية الحارة. عملت زينة العالوك ابني. واعتبر حالك انك صرت من اهل الحاره. شو هالحكي المنظمين ها؟ يعني فيني فوت على البيت؟ السلام عليكم. فوت. هي بيت خالك ابو محمود الله يرحمه. زيك هي المفتاح. ان شاء الله بعيش اياك عمي ابو حاتم. عاوز شيء؟ لا سلامتك. بس معلش عمي ابو حاتم بدي اياك تحكي لي مع فارس مشان قصة الفوجة والطلعة على الحارة يعني. لا هي لا تاكل همها. بس اسمع، في جزء كلام بدي اقول لك اياه. الحاره من فات عليها صار منا وفيها، وبنحطه بهالعين قبل هالعين. مثل ما بيقول المثل، الجار قبل الدار. وصدق الرسالة يا فياض؟
ايه يا عمي ابو حاتم وصلت، والله كلامك ملضمينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وين اللي جرى يا اخي؟